بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة عن الممبار، هنعمله كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان الخلطة بتاعتنا في منتهى الجمال. أول حاجة بتجيبي حلة وتحطها على النار، بنزل بمعلقة من الزيت وقطعة من الزبدة. أول بس كده ما الزبدة تبتدي تسيح، هبتدي أنزل ببصلاية مفرومة كده ناعم، وهبتدي إن أنا أدي تشويحة كده للبصلاية. هدي رشة من الملح والفلفل الأسود. انا كده هدبل بس كده البصلايه. بعد كده هنزل بعصير الطماطم، هندي كمان كده تقليبه، وهنزل كمان بمعلقه كبيره من الصلصه. هنا بقى معلقه الصلصه بتديني بقى تعزيز للون الطماطم بتاعتنا. هغطي واسيب الطماطم تتسبك. هنا خلاص بعد ما اتسبكت، وهنا خلاص بقى بنعرفها ازاي ان بتفصل الماده الدهنيه عن الطماطم بتاعتنا خالص. بكون غاسله بقى الرز بتاعنا المصري كذا غسله كده كويسه، وبحطه على مصفى يتصفي من الميه، وببتدي ان انا احطه على الصلصه وبديه كده تشويحه مع بعض. كمان هديله بقى كمان كده رشه من الفلفل الاسود، وهديله كمان رشه من الملح، وبحط له كمان كده فصين توم كبار كده مهروسين ناعم مع قلب الرز، وبديهم بقى تشويحه كويسه. بعد كده هطفي عليهم النار، وكده بقت الخلطه كده معايا جاهزه على ما نحط بقيه المكونات. هجيب بقى حاجة تانية أوسع، وابتدي إن أنا أحط الرز كده فيه، وهنزل بقى هنا بكمية من الشبت والكزبرة والبقدونس مفرومين كده فرمة ناعمة خالص. وكمان ضفت معلقة من الفلفل الأسود تاني، وحطيت هنا معلقة من 7 بهارات، وحطيت رشة من جوز الطيب. هقلب كل المكونات كده تقليبة كويسة. ده كده بقى الممبار بتاعنا، بنكون غسلينه بقى كده غسلة كويسة. أهم حاجة عشان تاكلي ممبار حلو قوي، أهم حاجة لازم تغسلي الممبار ده غسلة كويسة جدا. طبعا بتغسليه بقى وتنقعيه بالملح والخل، وبتجرديه كده جردة كويسة جدا، ودي خطوات مهمة جدا لغسيل الممبار. طيب انا هنا كمان الممبار مقطعاه كده على قد الصوابع، ما بحبش احشي في الكميه كلها اللي انا بكون عاملاها تحت الرز، نقصت الكميه. الممبار هنا بخلي الحته اللي فيها الدهون بتكون من جوه، وبخلي الناحيه الناعمه الملسه تبقى من بره. بابتدي ان انا احط الصابعين اللي هو الصابع الكبير والصابع اللي جنبه على طول اللي هو السبابه والابهام، بفتح بيه الممبار، وابتدي بالايد التانية ادخل بقى كده الرز بالطريقه دي، وبعد كده بسحبه كده لتحت. وحاولي وانت بتحشي كده الممبار يكون الممبار معاكي مهوي، يعني ما تكبسوش خالص عشان الرز بتاعك يستوي. كمان هعمل بنفس الطريقه. لو انت مش عارفه الطريقه دي، ممكن تجيبي بقى ازازه وتقطعيها وتعمليها زي وتقدري ان انت تحشي بيها الممبار. هنحشي بقى الكميه كلها، وتحاولي بقى، عايزه اقول لك على حاجه، ان انت كده تبططيه يبقى معاكي مبطط بيه الطريقه دي، وما تملوش رز كتير. وهو اول ما هيدخل الميه هيبتدي ان هو يكش ويعمل على الرز. حاطه بقى ميه كده سخنه على النار، او بنزل ببصلايه وبنزل بملح وفلفل اسود وورق لورا وحبهان. وتقدري كمان تنزلي بمكعب مرقة من الدجاج حسب الرغبة. هنسيب كل ده ياخد كده غلوة على النار. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالممبار، هتنزلي على طول ما تقلقيش، هو بيبتدي على طول يقفل الناحيتين بتاع الممبار، وبيبتدي كده يلم مع نفسه. هطلع لك دلوقتي صابع كده عشان اوريك ان هو بقى عامل ازاي. بحط الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين، وبدي كده تقليبة بسيطة كده من تحت لفوق، وهوريك الصابع اول ما دخل في الميه السخنه. بصوا يا جماعه، شايفه بقى الصابع اللي كان كبير كش ورفع دخل على الرز وعمل ازاي. طيب هنا كده عشان تضمني تسويه كويسه، وتضمني ان الرز بتاعك يبقى مستوي ما يبقاش ني من جوه، وكمان لو هو ما استواش من جوه وسويتي جامد الممبار، ممكن الممبار يفرقع معاكي. خلاص ببتدي من وقت للتاني كده ادي كده تقليبه زي ما انتوا شايفين كده، وبسيبها كده على بقى نار هاديه. يعني الاول بديها على نار غلوه كده غلوتين، وبعد كده ببتدي اهدي النار على الوسط واسيبها من وقت للتاني اقلب. اول ما تلاقي ان الشوكه بتاعتك دخلت كده في الممبار واستوى، على طول بتبتدي تخرجي الممبار على طول، ما تسيبوش ابدا في قلب الشوربه. بطلعه على مصفى بحيث ان هو يصفي بقايا الشوربه اللي موجوده فيه، عشان لما نيجي نحمره ما يفرقعش معاكي. بحط كمية كده بسيطة من الزيت في قلب الطاسة ويكون كده سخن. بنزل على طول بصوابع الممبار،
وببتدي كده احمره من الجنبين. على فكرة هو ما بياخدش وقت خالص. تقدري برضو تدهنيه كده من الجنبين وتحطيه في قلب صينية وتحطيه في قلب الفرن يتحمر معاكي. بس طبعا دي الطريقة اللي احنا عارفينها وكل الناس بتعمل بيها، فانا وريتك بردك الطريقة دي اهي. حمرته كده وما بياخدش معاكي ثواني في التحمير. بتطلعيه على منشف مطبخ عشان لو في بقايا زيت يبتدي ان هو ايه، ينزل بقايا الزيت بتاعته. وده كده الطبق اهو بعد ما احنا قدمناه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.